السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا يا اخوان. الله يعطيكم الصحة والعافية وجزاكم الله الف خير على الكلام الطيب، وبالعكس والله احنا نفيد ونستفيد. بالنسبة حق الفرش منديل، فرش منديل طبعا ما نبي نشرح على الالوان الاساسية، اغلبيتكم عارفين الالوان الاساسية. الحين اليوتيوب الشرح كل حاجة الحمد لله الامور طيبة. يعني حاب اشرح عن بعض الالوان الدخيله على الفرش منديل. طبعا انتم شفتوا المستويات كيف، ما يحتاج اشرح لكم بالمستوى. الا وهو لون الكاكي الموند. هذا الكاكي الموند طبعا احنا اغلبيتنا في قطر نشتغل من الزاجل. هذا الزاجل وهذا البلو تشيك. تتوقعون احنا نقدر نسحب هذا اللون على هذا اللون ولا لا، او في احتمالية او ما في احتمالية؟ طبعا يا شباب بس ابغيكم تركزون معاي شوي، يعني مثل ما تقولون يعني انتبهوا بس على هذه النقطة. احنا منين اشتغلنا في هذه الطيور ما اشتغلناها يعني شغل اي كلام، لا احنا حابين نطور في هذه الفصيلة. اللي مش حاب يطور يا اخي روح اوروبا اشترهم جمله يبيعونهم على 300 ريال 400 ريال ولا ب 1000 ريال، روح اشتر جمله يا اخي. انا ما جيت اجبرتك قلت لك اشتغل. اذا واحد حاب شيء في الحمام، حاب يطور، حاب شيء كيفه. يعني الاوروبيين يوم فرضوا علينا طيورهم ما قلنا شيء. لحد الان الناس تطور تبغي الرنج الخارجي، والله هذه طيور خوارج. احنا يبا في الخليج وبالاخص في العرب طورنا في الحمام، وصلناهم مرحله حتى الاجانب في بلادهم ما يوصلون هذه المرحله، يعني بعيد عنهم الصراحه، ولا يوصلون لها ولا يفكرون. عموما نرجع حق محور حديثنا. هذا زاجل وهذا فرش منديل. احنا حابين نسحب اللون هذا على هذا. طبعا التجربه خير برهان. ليش احنا نتكلم ونتفلسف؟ خلنا نراويكم بس شرح عملي حق الاخوان اللي حابين انهم يطورون. طبعا بنشيله لانه شويه ازعجنا هذا. بسم الله. عارفين انتم لونه يا شباب، هذا هو اللون بس شرح اخير. اول انتاج التركيبه عطاني سود، عطاني حمر، بس كان من ضمنهم حصلنا لنا حبه واحده كاكي. هذه حبه كاكي الموند من اول ضربه، ما نقدر نقول عنها فرش منديل. في اختلاف في الحجم، في اختلاف. تقدر تنزلها يعني تقول حق الناس والله يا جماعه انا فرش منديل؟ لا طبعا. فاحنا ايش سوينا؟ ردينا مره ثانيه، ركبنا الحبه هذه على حبه ستاندر بلو تشيك. طبعا في الدور الثاني صعبه ان اجيبه، خلها موجوده. جيب الكاكي اللي هنا. هذه طبة من الانتاج. اعطاني حبة ميلي، اعطاني حبة الموند، لكن شوفوا الاختلاف شلون. يعني وصلت مرحلة شوي اكبر. ما اقول لك وصلت فرش منديل، ولكن مرحلة اقرب. يعني هاي مش شغل يوم يومين. هذه الطيرة 2021، هذه 2022، هاي 2023. براويكم الانتاجات اللي وصلنا لها حاليا. هذه حبة كاكي الموند، بس طبعا لان يا جماعة انا ما ركبت الدم على بعض، خليته بعيد عشان ابغي المستوى، ولا اللون لازم تركب الاخوان على بعض. وهذه حبة ثانية، هذا اللي وصلنا له في الفرش منديل. راح اطلع لكم الطيور الاساسية. شيل هذا وشيل هذا. الحين في الفرش منديل، يعني هذا يا جماعة الخير ما يعتبر تطور في الفرش منديل. انت من زاجل توصله هذا المستوى. اذا انت ما تعرف التركيبات لا تحطم الناس الاخرين في التركيبات. احنا شرحنا شرح يعني ما فصلنا 100%، ولكن بينا لكم انه ممكن الناس توصل في المراحل وفي المستويات. ما اقول لكم وصلوا فرش منديل 100%، يحتاج لهم ضربه، يعني يقول 80%. انا يعني هذول اشتغلت فيهم توني من تقريبا 3-4 سنوات، لكن عندك المراسلات المصريه
وصلناه للمستوى اللي حتى المصريين في بلادهم في مصر قالوا الصراحة اللي سويتوه انجاز. ومن كذلك في الهومر الفراشة، يعني احنا سحبناه من انواع عادية وصلناه لهذا المستوى. فهذه النقطة اللي حاب مثل ما تقولون اوضحها لكم. هذه المراحل اللي وصلنا لها. شوفوا ما شاء الله هذه الحبة شلون، شوفوا هذه الحبات شلون. هذول خلاص بس تركبهم على اخوانهم يضبط اللون. لكن لان انا كله من بلو لو تلاحظون اغلبيتهم كاكي الموند، ولكن غالب عليهم الرصاصي. ليش؟ لان اللون قوي اساسي بلو تشيك، فيحتاج براون. يعني يحتاج هذول تركبهم على براون عشان تخفف منهم دم البلو تشيك. وعندي حاليا يعني انا ما صورت لكم البراونات لان الجو حار جدا يا جماعه، فهذول عندهم تركيبات براونات شغالين عليهم. وان شاء الله في الايام الجايه بحاول اوضح لكم توضيح اكثر واكبر. واللي حاب يشتغل في الحمام بالعكس اشتغل، وهذا شيء يعني ما حد لا خص انه يقول لك لا والله لا تشتغل ولا اشتغل. يا اخي انت كيفك حر في حمام، لكن اشتغل بالمعقول بالمرتب. لا تشتغل لي على يعني الوان ما لها وجود وفي الاساس مش مرغوبه ولا تلفت النظر. يعني انت لو تدري بالنسبه حق الريديوس اللي فرش مندين اللي شغالين عليه، انا ما اشتغلت يعني ما تفلسفت، ما اروح اجيب حمام من عند الناس واجيبه واقول لهم والله يا تشوفوني انا هذا اشتغلت فيه. انا ما اشتغلت، غير يشتغل وصل. لكن في الالموند اللي يقول عنده الموند خليه يراويني الالموند اللي عنده. ما حد اشتغل على الالموند. وبراويكم الرد الموند، وطبعا الرد الموند مشتغلين عليه. انا اتكلم عن الكاكي الموند. الكاكي الموند لحد الان ما شفت اي حد عنده كاكي الموند. وهذا الكلام ما اقوله يعني افتخر في نفسي، لا والله. اذا اللي عنده شيء بالعكس احنا حابين، هو في نفس مجالنا وفي نفس تطويرنا. لكن انا اتكلم عن الناس اللي ما عندها. والله يعطيكم الصحة والعافية يا اخوان، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة اخرى. جزاكم الله الف خير، واسمحوا لنا بس حبينا نوضح لكم. خلاص سكر.